السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه. احنا النهاردة هنعمل مع بعض السكارف. سكارف للرقبة. تمام. غرزته سهلة وبسيطة جدا. هي غرزة واحدة بنكررها لحد العرض اللي احنا عايزينه. هي غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية، او نص عمود خلفي. تمام. قبل ما نبدأ مع بعض السكارف، ما تنسيش تشترك في القناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونقول بسم الله ونبدأ السكارف. انا ابتديت عملت السلسلة. تمام. طول السلسلة انا عاملاها 80 سنتي للسكارف. تمام، لاني هشتغل بالطول مش بالعرض. نقول بسم الله ونبدأ. احنا هنشتغل بغرزة نص عمود اول سطر. هنشتغل سلسلة التانية التالتة ندخل فيها ونشتغل فيها نص عمود. هنشتغل في كل سلسلة نص عمود لحد ما نخلص السلاسل بتاعتنا. طبعا احنا بنعمل الطول حسب ما احنا عايزين. عايز تعمليه 80 85 70 حسب الحجم اللي انت عايزاه، او حوالين الرقبة. تمام. انا كده عاملاه 80 سنتي. هو كده المقاس يعتبر مناسب. يبقى كده هنشتغل في كل سلسلة غرزة نص عمود. عشان ما اطولش عليكم هكمل السطر او هكمل السلاسل بغرزة نص عمود وارجع لكم تاني. تمام، خليكم معانا. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر نص عمود في السلاسل. هنرتفع 2 سلسلة. هنلف الشغل بتاعنا وهنيجي نعمل عمود نص عمود في الغرزة الخلفية. يبقى هنعمل نص عمود خلفي. هندخل في الغرزة الخلفية من ورا كده ونعمل نص عمود تاني. احنا عندنا هنا الغرزة بتاعتنا او العمود من فوق بيبقى مدينا غرزة السلسلة. تمام. ادي ناحية وادي ناحية. احنا هنشتغل في الغرزة الخلفية من ورا كده. تاني هندخل. يبقى احنا الدلمة هنشتغل من ناحيتي كده زي ما كنا بنعمل. لا، احنا هناخد الغرزة الخلفية بس. يبقى احنا بنعمل نص عمود في الغرزة الخلفية. وهي ديت الغرزة بتاعتنا. هنفضل نشتغل كده عدد سطور لحد ما نكمل 20 سنتي. عرض السكارف بتاعنا 20 سنتي. تمام. بصوا انا بشتغل في الخلفية. هكمل انا السطور لحد ما اوصل لل20 سنتي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. رجعت لكم بعد ما خلصت العرض بتاعي 20 سنتي وكده الطول 80. تمام. هنبتدي بقى نقفل السكارف. هنجيب هنعمل كده ونجيب ديت عليها كده وهنقفل الجهة ديت وهنقفل الجهة دي. تمام. هنمسكها كده
من الزاوية هندخل الإبرة بتاعتنا ونجيب الخيط انا كده مسكت الطرفين مع بعض وهبتدي امسكهم في بعض. بالطريقة دي كده. هنعمل هنا غرزة حشو 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنيجي نبقى ماسكين الطرفين مع بعض كده وهنعد 1 2 3 4 ونعمل غرزة حشو. هنشتغل 5 سلسلة وهنيجي هنا نعد 1 2 3 4 ونعمل غرزة حشو، واحنا في نفس الوقت بنمسك الطرفين مع بعض. تمام. تاني 1 2 3 4 5 وهنيجي نمسك الطرفين كده مع بعض نعد 1 2 3 4. تاني 1 2 3 4 5 ونمسك الطرفين مع بعض كده ونعد 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 نمسك الطرفين بتاعنا كده ونعد 1 2 3 4. احنا هنشتغل داير داير بنفس الطريقة، حشو، ونيجي بعد 4 غرز او 4 عواميد نعمل حشو. ما بين الحشو والحشو بنعمل 5 سلسلة. تمام. هنلف وهنيجي برضو الجهة ديت وهنعمل نمسكهم ببعض بنفس الطريقة. تمام. هعمل سطر وارجع لكم تاني. انا كده اشتغلت الحشو ال5 سلسلة لحد ما جيت اقفل الناحية التانية. تمام. هنظبط شغلنا كده وهنيجي نتنيتي كده ونشتغل ندخل جواها كده ونعمل غرزة الحشو 1 2 3 4 5 ونيجي هنا نعمل غرزة حشو. هندخل في ال3 جهات 1 2 3 4 5 وهنيجي هنا ندخل برضو هنا في ال3 جهات ونعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5 ونيجي نمسك دولت مع بعض كده ونعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5 سلسلة ونيجي نعمل غرزة الحشو 1 2 3 4 5 سلسلة. هنيجي هنا نعمل غرزة الحشو 1 2 3 4 5 ونعمل غرزة الحشو 1 2 3 4 5 ونعمل غرزة الحشو 1 2 3 4 5. هنيجي هنا في الحشو الأولاني نعمل
نقفل بمنزلقة. تمام. هنشتغل منزلقة في اول سلسلة وفي تاني سلسلة لحد ما نوصل للنص بتاع الخمسة سلسلة. تمام. هنشتغل سلسلة ونشتغل في نص الخمسة سلسلة حشو، 5 سلسلة، وهنيجي في نص الخمسة سلسلة نعمل حشو 1 2 3 4 5، وهنيجي نشتغل في نص الخمسة سلسلة حشو. احنا هنعمل كده 5 سطور. هعمل 5 سطور وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت ال5 سطور السلاسل. ده كده شكل السكارف بتاعنا، يا دوب قد الرقبة بالظبط. اتمنى يكون السكارف عجبكم ويكون الشرح مبسط بالنسبة لكم، ولو في اي استفسار طبعا منتظرة تعليقاتكم. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنسوش لو اول مرة تشاهدوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا في زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كانت معاكم سمسمة لتعليم الكروشيه.